الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. خد بالك من عمرك. عمري أقول لك عمرك ده ايه؟ وقت. هتعيش في الدنيا كم سنة؟ 60 سنة؟ 70 سنة؟ من النبي عليه الصلاة والسلام قال كده: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك. نعمة الوقت عندك أنت مش حاسس بيها، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. انت ظالم نعمة الوقت. أول حاجة لازم تاخد بالك في نعمة الوقت إن أنت بتتاجر فيها. تاجر، يا تكسب يا تخسر. ليه؟ لأن الوقت إذا عدى مش هيجي لك تاني، خلاص خسرت. ولذلك خد بالك تستغل وقتك دايما في طاعة ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ اقرأوا القرآن تؤجروا. لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف 10 حسنات، لام 10 حسنات، ميم 10 حسنات. يعني لو قلت ألف لام ميم باخد كام حسنة؟ 30. خدت معاك قد ايه؟ ثواني، نفس اللي انت قلته. طب ده احنا ياما انفاس طلعت ما قلناش حاجه، ما ذكرناش حاجه. خد بالك من كلام النبي عليه الصلاه والسلام لما يقول لك كده: من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنه. مش بيت، قصر. حديث صحيح الامام الالباني عليه رحمه الله. يعني اقول 10 مرات قل هو الله احد، ده انا بقعد الك طول النهار، بقعد اتكلم في الفاضي طول النهار، والنسوان ماسكه التليفونات تتكلم ما بتبطلش. طب ما تقولوا قل هو الله احد 10 مرات، قول 20 مره. لو الانسان زاد ربنا سبحانه وتعالى بيزيد له الاجر. خد بالك ده في حاجه تانية كمان. النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا حاجه كده، بيقول لك ايه؟ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتين السنة اللي هم قبل صلاة الفجر لو اتحطت الدنيا كلها في ميزان، والركعتين دول في ميزان، يرجحوا الدنيا كلها. ركعتين، ايوه. ده احنا ياما ضيعنا كتير قوي، سبحان الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يلفت نظرنا لحاجة تانية: يا عاجز، بيسميك عاجز. النبي اللي قال كده: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ كل يوم ممكن تاخد 1000 حسنة، بدل ما تلك في الفاضي وتقعد في بيوت ربنا سبحانه وتعالى وتتكلم قيل وقال. يا أخي اشغل نفسك بذكر ده اللي قاله النبي: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا يا رسول الله وكيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح الله 100 تسبيح. لو قال سبحان الله 100 مرة تاخد معاه قد ايه؟ ده ولا حاجة، مفيش وقت. ودي الوقت بتاعك اللي بتتاجر فيه. شوف النبي ليه: يكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. لو قلت سبحان الله كم مرة؟ 100 مرة. طب ما أنا يا أخويا بدل ما أقعد أتكلم مع فلان وعلان، ما أقعد أقول سبحان الله. ده شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على سيدنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فوجداه يغرس غرسا، الغرس اللي هو النبات الصغير. فالنبي لما شافه كده قال له: يا أبا ذر ألا أدلك على غراس خير مني؟ أقول لك على حاجة أفضل مني؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. خد بالك من كلام النبي: يغرس الله لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. شجرة في الجنة. لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ده أنا بقولها قد إيه في اليوم؟ ده الشيطان ضحك علينا، الشيطان مضيعنا، الدنيا لهيانة. ليه؟ عشان ما نقولش الكلام ده. والشيطان هيسيبك تقول الكلام ده؟ عايزك تخش الجنة؟ ده الشيطان مش هيسيبك أبدا أبدا، لازم يخليك تبقى مشغول وتتكلم في الفاضي. ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى لما زكى أهل الجنة ليه؟ والذين هم عن اللغو معرضون.
فخد بالك في حاجات تانية مهمة قوي إن شاء الله في اللقاء القادم نقولها. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صدق عم الشيخ. ايوه.